أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس أن موجة الاضطرابات التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال اليومين الأخيرين أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجاءت هذه الحصيلة بعد احتجاجات تخللتها أعمال عنف وتخريب. نتج عنها أيضا إصابات في صفوف المئات من عناصر القوات العمومية، إلى جانب أضرار مادية لحقت بعدد من الممتلكات العمومية والخاصة. وأكد أخنوش أسفه العميق لسقوط ضحايا في هذه الأحداث، مترحما على الضحايا، ومشيرا إلى أن السلطات المختصة باشرت تحقيقات شاملة للكشف عن ملابسات هذه الوقائع. كما شدد رئيس الحكومة على أن الإنصات لمطالب الشباب والتجاوب معها عبر القنوات المؤسساتية يظل من أولويات الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها.